خلال شهر 7500 حالة طلاق صارت بالعراق، إنه شلون تتزوج امرأة كانت عايشة ويا رجل آخر غيره، لأن هي فقدت عذريتها. هاي الشراكة انفسخت العقود وانتهى الموضوع. هذا إنسان فشل في تجربة ويريد يهيكل حياته من جديد وبس، وتنحط تحت دائرة إنه هي مطلقة. مرحبا. تدرون خلال شهر 7500 حالة طلاق صارت بالعراق؟ تخيل هذا العدد من النساء العراقيات قاعدين بالبيوت، وتخيل اللي راح يصير وراح نسولف فيه. أنا جدا حذر من أتطرق على هيك مواضيع لأن هي حساسة، لكن إنه هي جتني رسائل أو مطالبات إنه نتطرق على هذا الموضوع وراح نتطرق. المشكلة أكو بعض من النساء إنه من تطلق ورا فترة تبحث عن البديل بأسرع وقت على مود إنه تخلص من هذا الاسم اللي هو مطلق. أكو بعض من النساء إذا تم طلاقها تروح تبحث عن تحقيق ذاتها من الناحية المهنية مثلا، فتروح وتحقق ذاتها من هذا الجانب، فتصير عندها فد مميزات. إذا فكرت بالزواج فتقعد وتتشرط. المشكلة البعض من النساء تقبل بأي رجل يجي يتقدم لها بأي شيء، وتقبل بأي شروط إذا الطرف الآخر إذا هو مطلق أو متزوج أو إلى آخره. أكو البعض ممكن كل شيء هواي تقبل به، ماكو مشكلة. لكن إذا الرجل هو مطلق أو أرمل أو كلش عادي، نسميها أنه هي تجربة وراح. المشكلة البعض من مجتمعنا ينظر للمطلقة نظرة سلبية. هي تجربة زواج وانتهت، الخلل من الطرف الأول الخلل من الطرف الثاني مو مهم، هي تجربة، صار خلاف بين طرفين وانتهت انه فسخ هذه الشراكة وانتهى الموضوع. ممكن لا هذا غلطان ولا هذا غلطان، لكن اكو سوء تفاهم بين الطرفين وانفصلوا. هذا مو عار ترى. خلينا نكون صريحين. ليش هذه النظرة السلبية على المطلقة؟ تدرون ليش؟ لأن هي فقدت عذريتها. شوف السبب العظيم، ابتعدنا عن انه شنو فكرها، شنو اخلاقياتها، شنو نظرتها للحياة، كل هذني خليناها على جانب، لكن انه هي فقدت عذريتها. تخيلوا اذا عائلة بنتهم اتطلقت راح يدافعون عنها بكل شراسة، لكن اذا واحد من العائلة شاب راد يتزوج مطلقة، هنا الحسابات تختلف. هنا يقولوا له انه شلون تتزوج امرأة كانت عايشة ويا رجل آخر غيرك. تغيرت وانقلبت من تبريرات إلى هجوم وتنقيص وطعن، وهي حقيقة ترى موجود، لا حد ينكر هذا الكلام. خلينا نكون صريحين ونحكي كل شيء. أكو البعض من الشباب يشوف المطلقة إنه هي صيدة وممكن تسوي علاقة لأن هي خارجة من تجربة وتجربة عاطفية وتريد إنه تبحث عن البديل وإلى آخره، يعني وينظر لها إنه لا هاي تكون أسهل من غيرها. تخيل، لازم لو نشوف الموضوع ونفسخه إنه هي تجربة شراكة والزواج شراكة، فهاي الشراكة انفسخت العقود وانتهى الموضوع. لا هذا خسر ولا هذا خسر. ممكن أكو جرح بالمشاعر ممكن، لكن إنه فترة زمنية وتعدي هذه الفترة وينتهي الموضوع خلاص. هاي مو صيدة ولا أي شيء. أكو البعض من النساء يوقعون بهذا المطب، وأكو لا، أنه يوقفون من جديد ويكونون حياة جديدة. لكن يا عزيزي الشاب، هذه لازم تعرف أنه هذه مو صيدة، هذا إنسان فشل في تجربة ويريد يهيكل حياته من جديد وبس. أغلب الشباب اللي يتقدمون بالزواج لمطلقة لا يفكرون شنو تفكيرها، شنو أفكارها، شنو طموحها بالمستقبل، شنو تحصيلها الدراسي، شنو ثقافتها ومدى ثقافتها، كلها يغضون النظر عنها وتنحط تحت دائرة انه هي مطلقة. مهما توصل تبقى هي مطلقة. هذا يعني اذا انت ما اخذتيه فهذا انجاز عظيم بالنسبة لك اذا ينظر إلك بهذه النظرة. غير لا، خياراتها بالزواج راح تقل. اما اللي يتقدم لها ارمل او انه منفصل او كبير بالعمر،
وهذه انه هي اكيد انه هذه المواصفات اللي عند الرجل اللي اغلب اللي يتقدموا لها اكيد انه هو متفضل عليه بيئتها او اللي داير مدايرها. اغلب الاراء اخذي شكو بيها، ليش لا شكو بيها، احسن ما تظلي مطلقه وبيت اهلك، اخذي وكوني بيته وتروح بالمجهول. ممكن اكو حياة تصيب ومرات تخيب والاغلب يخيب. لازم نعرف ولازم نفهم انه هذه المطلقة هي تعريفها انه تجربة وراحت، لا انه ننظر للمطلقة بنظرة سلبية او نظرة انه لا هذا سيء ولا هذا سيء، ولا ننظر للطرف الاول بطريقة سيئة ولا ننظر للطرف الثاني بطريقة سيئة. ممكن اختلاف بالافكار، ممكن اختلاف باي شيء، هذا غير صالح لهذا. فأتمنى أنه نبتعد، نتعامل أنه هو إنسان وأنا إنسان، لا نصنف ولا نسمي ولا أي شيء. وشو